أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم مصنوعات وطنية؟ عسلامة يا توانسة، أنا الصغير نفكر كيف الكبير، وإن شاء الله تونس تولي في خير. اللي جينا وشدينا السلطة اكتشفنا حاجة رهيبة، اكتشفنا انه الجيش متاعنا همش لأكثر من 30 سنة. قل من يعرف انه مثلا آخر صفقة أسلحة في الجيش التونسي 82، من 82 إلى 2011 الجيش التونسي ما جاتوش أي معدات. اكتشفنا انه رجال الأمن مساكن متاعنا هؤلاء الأبطال معناها يخدموا بدون صدريات واقية من الرصاص. اكتشفنا اللي عندنا 1000 صدرية واقية من الرصاص، بينما احنا بحاجة إلى 26,000 صدرية واقية من الرصاص. عملناه في هالعامين ثلاثة، راهو ما عندكش فكرة. يعني التسليح متاع الجيش وأجهزة الأمن ما شافتوش منذ 50 سنة في ظرف سنتين. الرسالة الأولى هي للشعب التونسي، باش نقول له اللي راك محمي وفي أمان. عندك جيش أبي حميك، وعندك قوى أمن جمهوري حميتك، وعندك دولة ساهر على مصالحك. وبالتالي يا أيها الشعب ما تخافش على هالبلاد، راهو ما ثم حتى مكان وقع احتلاله، مش صحيح، لا شعبي ولا أي مكان آخر. الدولة بفضل الجيش وبفضل الأمن مسيطرة على كل أماكن هذا الوطن. الرسالة الثانية للجيش هو أنه وراكم شعب وراكم دولة، ولأول مرة أعتقد في تاريخ هذا الجيش نحن نعتبركم يعني درع الوطن حقيقة. الدولة الديمقراطية لا تخاف من جيشها، الدولة الديمقراطية بالعكس تحمي جيشها، والدولة الديمقراطية تعطي للجيش كل الإمكانيات باش يقوم بدوره، لأنه ما تخافش منه. خليني في الموضوع متاع يا سيدي الثورة هذه ما جابت حتى شيء، اوكي؟ الثورة هذه اخذت البلاد، ما هو هذا الكلام اللي يقولوا فيه. طيب شكون جابها الثورة هذه؟ شكون جابها؟ مش انتوما؟ مش انتوما اللي لزيتوا الشعب 30 سنة؟ خاطر انا بالنسبة لي تونس توقفت في 81 وقت اللي بورقيبة رفض لتونس الانتخابات الديمقراطية، والناس اللي كانوا اليوم مترشحين كانوا جزء من هذه عملية منع تونس من الديمقراطية. تونس وقفت تجمدت في 81، من 81 إلى الآن وتونس تتراجع في كل المؤشرات، في المؤشرات الاقتصادية، في التعليمية، في كل شيء. 30 سنة من الخراب نتاع البلاد انفجر فجأة في وجوهنا، وتوا تقولوا لنا شبيكم ما قديتوش كل شيء في 3 سنوات. شكون مسؤول عليها الخراب نتاع 30 سنة؟ وحتى 3 سنوات احنا كل مرة نجيو ونصلحوا وانتم تجيو تحطونا العصا في العجلة. شكون اللي وقف ضدنا؟ شكون اللي حاول يعمل مؤامرات انقلابية؟ شكون اللي يعني خلى هالبلاد هذه ما تتحركش؟ هم انتم، والآن تحبوا تنقذوا البلاد مما وصلتوا إليه. الشعوب كلها تتسارع الى افريقيا. المغاربه عندهم وجود مكثف وقديم، الاتراك، المصريين، كل الشعوب الان. يعني احنا تخلفنا، قعدنا 20 سنه 30 سنه على هذا السوق، وهي سوق واعده. اذا هذا توجه جديد. لكن مثلا من الثوابت بتاعنا انه علاقاتنا تكون طيبه مع اوروبا. من الثوابت الكبرى علاقاتنا مع الجزائر الشقيقه، يعني ركن اساسي في علاقاتنا السياسيه، لانهم هم اللي حاملين ظهرنا، هم اللي يعاونوا فينا الان ضد الارهاب. هذا يعني ركن اساسي من ثوابت السياسه التونسيه، وانا باش نواصل فيه.
اذا كان ثم شيء، ثم 3 اشياء فخور بهم انا في انجازاتي. اولا انه رئاسه الجمهوريه كانت الحاضن، استقبلت كل الناس الكل، استقبلت السلفيين واستقبلت الدساتره، وحطيت بين ظفرين مشاعري الشخصيه الى اخره. وهذا القصر منذ 3 سنوات يعني كل الناس دخلته، الشعب، الاطفال، المثقفين، السياسيين اللي راضين عليه واللي ما مش راضين عليه، اللي يحبوني واللي ما يحبونيش، اللي نحبهم واللي ما يحب. هذا انا شايف فخور به. يعني ما خرجت منه الشعب، انا ديما فيه يعني. وقت اللي كنت عدة 20 سنه عديتهم في قرى الساحل الفقيره مع الناس. يعني الطب الجماعي، شنو هو الطب الجماعي؟ هو في الطب نتاع المستوصفات، بحيث انا الشعب عمري ما خرجت عليه، ما خرجتش عليه ورجعت، عمري ما خرجت منه. لكن انا ثم ظاهره لاحظتها وقت اللي ندخل مع الناس، الحرص نتاعي يتفجعوا، لانهم كلهم بطبيعه الحال مهنتهم يردوا بالهم كذا كذا. وهنا بدانا نطمن فيهم، نقول ما تخافوش ما تخافوش، هذوكم وساعه على ساعه نسمع مواطن يقول له احنا باش ندافع عليه، ماكش انت باش تدافع عليه. بحيث العلاقه اللي مع الناس هي علاقه ثقه تامه. يعني وقت اللي ندخل في الامور ما نراش اي خطر وما نحسش نفسي في اي خطر، بالعكس نحس نفسي بين اهلي وقاربي واحبابي واصحابي، ونحس نفسي يعني في ثقه تامه. يا شعبي، مستقبلنا بين يديكم وهذه فرصتكم. يا تونس.